السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بن سليمان محمد طه، برلمان بوان كوم، ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامج آراء المواطنين. والموضوع ديال اليوم هو: إلا تلقيتي صاحب الجلالة محمد السادس شنو غادي يكون الطلب ديالك ليه؟ خليكم معنا نشوفوا الآراء ديال المواطنين. الا وقف عليا صاحب الجلاله غنقول له بغيت نتصاحب معاك باش يوليو الطلبات ديما فين ما درت تلاقيت انا وياه نطلب ليه شي حاجه وكل مره نطلب ليه. مزيانه هذه، انا عجبني هذه فكره مزيانه هذه اخويا. بغيت نصاحب، بغيت نولي اش غيبقى يقولوا لي في الدرب صديق صاحب الجلاله. مزيانه مخيره. هذاك هو النهار كبير اخويا اللي تلاقيت محمد السادس تبارك الله، نطلب ليه طول العمر وهذا ونطلب منه غير شي حاجه بسيطه يلبيها ليا، بحال شي خدمه باش يعيشوا الوليدات وصافي. ما بغيتش انا شي حاجه اللي هي كثيره ولا غير باش نعيش انا والوليدات. الله يجعل البركه والله ينصر محمد السادس. اول حاجه السلام عليكم. كنصر الملك ديالنا وفرحانين به بزاف، وكل بلا هو ما كناش غادي نوصلوا هاد المراتب بزاف، مثلا في الدراسه، مثلا في البطاله، مثلا كاين بنات كيخدموا الحمد لله، كاين تساوي ما بين النساء والرجال. اول حاجه كنطلبوا هي انه يدير معامل الشباب ديالنا، يعني كاينه شويه البطاله. هادشي اللي كنقول وكنشكر اخويا بزاف. اخويا بكل صراحه ما نكذبش عليك، راه الا تلاقيت شي الملك راه بحال حن عليك سيدي ربي. واش فهمتيني اخويا؟ او تلقى الملك ما بكل صراحه نطلب ليه شي عمل. تلاقيتي الملك اخويا راه السوفيطه هذيك نيشان، ما هي شي خدمه وشي دويره غير ديال 50 متر اخويا صافي. اخويا انا ما باغي لا طياره ولا كريمه ولا حتى حاجه، ما غير شي خدمه مده، وانا معطل هادي السنين فايته 27 سنه وانا معطل. غير نخدم اخويا على راسي وصافي. بغيت انا شي يعطيني شي 800 مليون مليار. بغيتي دير بها؟ نمشي نغسل عظامي في جد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ديال 800 مليون مليار. ولا طاريه غادي لا ما نحطهاش في البنكه، غادي نزين خميسات تولي بحال نيويورك. بصراحة الطلب ديالي الوحيد أنه يراقب السلطة، يراقب المسؤولين، حيت هما اللي خرجوا على البلاد، حيت أصلا بلادنا ضاعت. مسؤولين، رئاسة، بحال أصبح دوز أنا دخلت دو طرافاي ما عيطوا لياش، قالوا لي سير تنعيطوا ليك. ولاد بحال اللي عنده باه وعمو خالو تيعيطوا له. أول حاجة أنه يغير المسؤولين، يغير السلطة. من تغيير السلطة كان غنخدموا، كان غيكون عندنا واحد الحق واجب. حنا راه كنتابعوا دستور. يعني عامة بالنسبة للمدينة نتاعي والحي نتاعي، بغيت زعما ماذا بهم يقدوا لينا شوية الحالة. انت كتشوف كي دايرة البنية التحتية ما كاين والو، وبغينا شي متنفسات في مساحات خضراء فين الواحد يبقى يجلس شوية. وعامة بغينا استثمارات فين الشباب يبدا يخدم باش يمتصوا هذا البطالة. والطلب الشخصي، انا الطلب الشخصي شي شويه كيضحك، ولكن بغينا واحد 100 مليون زعما اذا غادي تقد ليا المسائل. السلام عليكم. سؤال جد محير هذا السؤال هذا. ما كنتش عارف انك غادي تسولني هذا السؤال، وانما الا تلاقيتو راه غيعجز اللسان عن التعبير. والحاجه اللي غنقول ليه صراحه هي غنقول ليه تهلا ليا غير في الوالدين صافي. ما بغيت حتى شي حاجه، انا عايش اصلا غير على والدي، ما كرهتش انا يتهلا ليا في الوالدين وصافي. الطلب ديالي هو نقول ليه الوالده والوالد خصو يحجوا. هذا هو الامنيه ديالي ان شاء الله، اللي الا تلاقيت سيدنا اللي غنقول ليه ان شاء الله. طلب اخويا بغيت نخدم، وبغيت يكون عندي شي مستقبل يكون زوين. صراحه المغرب كامل خاصو خدمه، ماشي راه حنا راه كلشي يعني ما خدام، كلشي البطاله عندنا هنا، كلشي كاين، لا خدمه لا ردمه لا والو، كلشي عاطل.
هادشي اللي كنطلب بالنسبه لي انا. بالنسبه للناس الاخرين يعني كل واحد والتفكير ديالو، كل واحد شنو كيتمنى في حياته. اول حاجه كنحيي الملك محمد السادس من هنايا، وكنشكرو بزاف على كاع المجهودات اللي دار هنايا في البلد ديالنا، والله يحفظو لينا. والجواب اللي ممكن نجاوبك على داك السؤال اللي قلتي لي، تلقى لي الملك محمد السادس اول حاجه غنطلبها منه هي دار ثانويات في البوادي باش يقدروا البنات يسيروا الدراسات ديالهم ويواصلوها. وثاني حاجه اللي ممكن نطلبها هي توفير فرص شغل خصوصا للبنات باش يستقلوا بذاتهم. هذا ما كان. بغيت انا واحد الحاجه نخدم ونصيفط والديا الحج، احسن حاجه واحسن امنيه، حيت حنا لينا وراك محمد السادس نصر الله عاطينا، ولكن الوزاره وداك الشيء كلهم شفاره، ولكن الملك ديالنا عطينا شي حوايج ما عطيهمش لشي واحد. انا بغيت والديا يكونوا في الحج، امنيتي هذه. شكرا بارك الله فيك وشكرا. عاش الملك محمد السادس، عاش الملك محمد السادس. نمشي للنرويج صافي. يبني لنا التيرانات. انت غتمشي للنرويج وهو يبني التيرانات شكون اللي فيهم؟ الخوادر الصغير. عاش الملك، عاش محمد السادس، والله ينصرو. كنحماقوا على ملكنا وخلانا، والله ينصرو والله يحفظوه ويخليه الفوق، والحمد لله حنايا فرحانين عندنا ملك بحالو، تنعتزوا به تنفتخروا بلي عندنا ملك بحالو. كنفتخروا الصراحه يستاهل انه يكون ملك. يكون ملك.